لأماكن الإيواء. تفاجأنا بتصرف لا يشرف الجزائر ولا يشرف الشخص اللي راني نتكلم عليه، أنه باش ما نقولش كلمة أخرى يستولى على كل أغراض الغرفة. ما كلف اللجنة الأولمبية اون اموند اللي رانا هنا، حنا لازم كي نتكلموا بالوثائق. الأسرة الإعلامية تقدر تطالع على لا فاكتور اللي خلصتها اللجنة الأولمبية لي دوماج اللي كلفها هذا السيد للجنة الأولمبية اللي تتقدر ب 250 ألف ين ياباني. في الألعاب الأولمبية في 2021 السيد صورح لي خونهم كلفوا خزينة الدولة في الجزائر بالإضافة إلى كل شيء حوالي 2300 إلى 2400 دولار، وزاد قاعد يشرك في فمه كي جا ونكر. تجبدوا لها المحضر والتصاوير والتقارير اللي وصلهم من عند اللجنة الأولمبية في اليابان في طوكيو. مشكلة سلوك السرقة عند الجزائريين للأسف، ويؤسفني أني أنا نقولها، يبدو أنه ولا محل فخر وتبرير عام في وسائل التواصل الاجتماعي. شوفوا معايا هذا الحوار اللي دار بين جزائريين على نفس الموضوع في التيك توك، وين يعترفوا بأنهم سرقوا ويبررون لبعضهم البعض. هذيك ماشي سرقة، انت ما سرقتش، انت ديت انا خويا رجعت دراهمي ويقول لك سرقت، تقول له ما سرقت. لا دا ما سرقش، قادر دا حاجه ديتها وحاجه سرقتها ماشي كيف ماشي سرقه. سفيان عندي واحد سورتي تبات على موفابيك سوس، اقسم بالله غتخرج مرادوش بلا ما تنشف، نلبسو ديريكتومون هو ينشفك. كاليتي ما نحكيلكش، سي شوار ناتورال. اي هذه هي عندنا في الجزائر اخوتي، دونك هذه هي العقليه. هي كي تبان لك هذه هي لا سوليسيون فارس؟ ماشي لا سوليسيون، خاطر الا ما سرقتوش انا نسرقوا واحد اخر. سما ضربتك. برافو زيد كامل. واحد نقول لك واحد الحاجه، شفت هذوك الكيسان تاع الزجاج اللي يحطوا في لاجوج. صحيح. لأماكن الإيواء. تفاجأنا بتصرف لا يشرف الجزائر ولا يشرف الشخص اللي راني نتكلم عليه، أنه باش ما نقولش كلمة أخرى يستولى على كل أغراض الغرفة. ما كلف اللجنة الأولمبية اون اموند اللي رانا هنا، حنا لازم كي نتكلموا بالوثائق. الأسرة الإعلامية تقدر تطالع على لا فاكتور اللي خلصتها اللجنة الأولمبية لي دوماج اللي كلفها هذا السيد للجنة الأولمبية اللي تتقدر ب 250 ألف ين ياباني. في الألعاب الأولمبية في 2021 السيد صورح لي خونهم كلفوا خزينة الدولة في الجزائر بالإضافة إلى كل شيء حوالي 2300 إلى 2400 دولار، وزاد قاعد يشرك في فمه كي جا ونكر. تجبدوا لها المحضر والتصاوير والتقارير اللي وصلهم من عند اللجنة الأولمبية في اليابان في طوكيو. مشكلة سلوك السرقة عند الجزائريين للأسف، ويؤسفني أني أنا نقولها، يبدو أنه ولا محل فخر وتبرير عام في وسائل التواصل الاجتماعي. شوفوا معايا هذا الحوار اللي دار بين جزائريين على نفس الموضوع في التيك توك، وين يعترفوا بأنهم سرقوا ويبررون لبعضهم البعض. هذيك ماشي سرقة، انت ما سرقتش، انت ديت انا خويا رجعت دراهمي ويقول لك سرقت، تقول له ما سرقت. لا دا ما سرقش، قادر دا حاجه ديتها وحاجه سرقتها ماشي كيف ماشي سرقه. سفيان عندي واحد سورتي تبات على موفابيك سوس، اقسم بالله غتخرج مرادوش بلا ما تنشف، نلبسو ديريكتومون هو ينشفك. كاليتي ما نحكيلكش، سي شوار ناتورال. اي هذه هي عندنا في الجزائر اخوتي، دونك هذه هي العقليه. هي كي تبان لك هذه هي لا سوليسيون فارس؟ ماشي لا سوليسيون، خاطر الا ما سرقتوش انا نسرقوا واحد اخر. سما ضربتك. برافو زيد كامل. واحد نقول لك واحد الحاجه، شفت هذوك الكيسان تاع الزجاج اللي يحطوا في لاجوج. صحيح. لأماكن الإيواء. تفاجأنا بتصرف لا يشرف الجزائر ولا يشرف الشخص اللي راني نتكلم عليه، أنه باش ما نقولش كلمة أخرى يستولى على كل أغراض الغرفة.
ما كلف اللجنة الأولمبية